أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. الفيديو ده بيوضح إزاي محمد صلاح كان غضبان عشان قعد في مباراة انتراخت فرانكفورت، وهو لما أرن سلوت استدعاه للعب كان بيغير التيشيرت بتاع التدريب بعصبية وبيرميه في الأرض. وكان باين عليه الحزن وباين عليه التوتر والضغط النفسي اللي على محمد صلاح. محمد صلاح احنا عارفين لاعب كبير، ولكن من بدايه الموسم هو مستواه، مش هنقول مستواه بتاع السنين اللي فاتت، ولكن طبعا في عوامل كتير. خسارته للبالندور، وكان لعيب من احق اللعيبه حتى يبقى في الثلاث مراكز الاولى على المستوى اللي قدمه السنه اللي فاتت، وان هو قدر يحقق البطوله الدوري لليفربول، وكمان عشان خاطر وفاة دييجو جوتا، وكمان التشكيل الجديد واللعيبه الجديده اللي دخلت في الفريق. كل ده مأثر على مستواه، لكن هجوم غريب من جماهير ليفربول، وحاسين كده ان ارن سلوت ابتدى يبيعه قعده وبيسمع كلام الجماهير وبيسمع كلام النقاد، مع ان صلاح هو اللي شاله، وهو كان من اسباب ان جاب له الدوري السنه اللي فاتت.